السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح اداة البيفت تيبل، وهي اداة قوية جدا 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 في برنامج الاكسل، واللي هتسهل عليك شغل كتير جدا بتعمله بمعادلات كتير جدا. احنا دلوقتي عندنا مثال صغير بنشتغل عليه. لاحظ ان انا عندي اسم المندوب والمحافظة وعندي التارجت والايرادات لكل نشاط او لكل محافظة وكل مندوب، وكمان نسبة التحقيق لكل مندوب. لو انا طلبت من حضرتك ان انا عايز اجمالي مبيعات كل محافظة او اجمالي الايرادات المحققة لكل محافظة، فانت هتستخدم معادلة اسمها sum if، وهتقول له ان انت عايز تجمع لو القاهرة، فهيجمع لك كل الايرادات لو كانت في القاهرة بس. وده بياخد من حضرتك وقت في عمل المعادلة. ولو ما شفتش معادلة sum if s او sum if، هتلاقي في فوق رابط بيشرح ازاي تقدر تستخدم sum if و sum if s. ولكن تاني، الفكرة هنا ان انا في طرق اسهل بكتير وادوات موجودة في برنامج الاكسل هتسهل عليا الشغل اكتر. ازاي يعني؟ هستخدم البيفت تيبل، وهروح اقول له على الجدول insert pivot table، او لو انت الاصدار بتاعك عربي هتلاقي مكتوب ادراج، وهتلاقي كلمة pivot table بنفس الاسم. لما تدوس عليه هيحدد لك هو الجدول، وهيقول لك انت متأكد ان انت الجدول بتاعك من A1 لحد E11. طبعا على حسب مساحة الجدول اللي انت حاطه هتلاقي اهم حاجة ما اكونش دايس بره، اكون دايس على خلية جوه الجدول عشان يتعرف عليهم. بيقول لي هنا في شيت جديد، قلت له اوكي. طلع لي شيت 2 اهو، شيت جديد، وطلع لي هنا البيفت تيبل فيلدز. هتلاقيها عندك هنا بالشكل ده، الفيلدز او الحقول، وهنا 4 مربعات. انا بحب اكتر الشكل العمودي ده، وده لان لو عندي حقول كتيرة جدا بتكون باينة قدامي، وافضل ان انت لو قاعدة البيانات بتاعتك كبيرة جدا اشتغل بالطريقة دي افضل. عندك نفس ال4 مربعات اهم، اول مربع الفلتر والرو، وبعد كده الكولوم، وبعد كده الفاليو. مهم جدا تبقى عارفه. طيب، لما تبدأ تشتغل على البيفت تيبل لازم 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 تفهم الجزئية اللي هشرحها لك دلوقتي، ان انا عندي نوعين من البيانات: categorical data او numerical data. يعني ايه الكلام دوت؟ عندي كل التكست بيندرج تحت حاجة اسمها الكاتيجوريكال داتا، او البيانات التفقيطية او البيانات التفصيلية اللي تقدر ان انت تفصل بيها الشغلانة. زي ان انا اقول الايرادات لكل محافظة، الايرادات لكل مندوب، او التارجت لكل محافظة، التارجت لكل مندوب. اما النوميريكال داتا هي البيانات الرقمية اللي انا بشتغل عليها، زي التارجت، الايرادات، النسبة. دي كلها بيانات رقمية، فكل الارقام عندي هي بيانات نوميريكال، اما كل البيانات التكست بنقول عليها كاتيجوريكال. طيب، تعالى كده نبص مع بعض. دايما هاخد بالي ان انا عندي هنا في خانة في الاخر خالص اسمها value، دي اللي هيتحط فيها كل البيانات النوميريكال. يبقى اي بيانات رقمية هتتحط في كلمة الفاليو، فلما هدوس على كلمة الايرادات المحققة هو اوتوماتيك هيحطها هنا في الفاليو. يبقى تاني، لو انا دوست على نسبة التحقيق هتروح في الفاليو، لو انا رحت دوست على التارجت هتروح في الفاليو. ليه الكلام ده؟ علشان دي numerical data، ودي معناها البيانات الرقمية اللي انا عايز اعرضها. طيب امال الكاتيجوريكال لما بدوس عليها هتروح على الرو، وطبعا هنا الرو معناها ان يكون كل بيان في صف مستقل بذاته، او اقدر ان انا اروح بيها للكولم، وكده يبقى كل بيان في عمود مستقل بذاته. لو انا حابب اخليها في الكولم بحركها للكولم عن طريق الدراج. الطريقة دي سهلة جدا. فانا دلوقتي عايز المحافظة وعايز اجمالي المبيعات، بعلم على علامة الصح. لاحظ ان بتظهر لي المبيعات هنا، وكاتب لي sum of الايرادات المحققة، مقصود بيها اجمالي المبيعات، وجامع كل محافظة والتانية. تعال نرجع هنا. لو انا بصيت على القاهرة، الايرادات المحققة هم اول 3، مكتوب عندي تحت اهو 280,503، ده مجموعهم. هاجي على الشيت تحت اهو 280,503، يبقى هو فعلا مظبوط. تقدر تغير العنوان ده وتسميه توتال. نصيحة مني ليك، الليبلز او العناوين دي مهمة جدا، لا تقل اهمية عن البيانات، علشان ما تتلخبطش ما بين كل بيفت تيبل والتاني، خاصة ان احنا بنعمل في الشيت الواحد اكتر من بيفت تيبل.
لما بدوس دبل كليك على كلمة توتال ريجن بيطلع لي هنا يقول لي كاستم نيم. انا بختار توتال اوف سيلز، وهنا بيقدر يسألني اختار انهي معادلة، sum ولا count ولا average ولا max ولا mini. طبعا بقدر اختار اللي انا عايزه، وممكن كمان اعدل النمبر فورمات، زي ان انا اقول له ان انا عايزها كرنسي وتكون بالدولار وبدون ارقام عشرية وادوس اوكي. او ممكن ان انا ادوس كليك يمين وهقول له من فورمات نمبر، وده هيعدل الخصائص كلها، وبدوس كليك يمين مش على العمود فوق قد ما بدوس كليك يمين على الارقام فورمات نمبر. او اقول له summarize value by واختار واحدة من المعادلات الاساسية بتاعتي. وبكده يبقى انا قدرت الخص لك البيفت تيبل. تعال نجرب بيفت تيبل تاني باسم المندوب. هاخد من دوت كوبي واجي هنا واقول له كنترول في. اقدر اغير الكلام دوت الالوان دي من خلال كلمة ديزاين فوق، وهختار لون مختلف خالص عشان يكون في فرق في الالوان بالشكل ده. هقول له شيل المحافظة، شيل الايرادات المحققة، انا عايز كل مندوب والتارجت بتاعه. لاحظ انه لخص لي كل المناديب والتارجت بتاعهم، ده التارجت. قلت له كمان ضيف لي الايرادات المحققة بتاعتهم، زي ما انت شايف التارجت الايرادات المحققة. وبكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نستخدم البيفت تيبل وازاي نقدر نطور مهاراتنا فيه. ما تنسوش اللايك والشير وتدعمونا في الخير، ونحاول نساعد الناس انها تستفيد قدر الامكان.